كم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم واحد المسمنات يا لاله، واحد المسمنات ما نقولش لكم مع هاد البريري المشحر، هاد اتاي، هاد المسمنات البنات بواحد الحشوه اللي كاينه في كل بيت، متواجده ومتوفره، حشوه رائعه. والقرمشه يا سلام، سمعوا القرمشه البنات، سمعوا، وخفاف صراحة يجيو هائلين. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا البنات هنايا كناخذوا دقيق الفورص على حسب كميه، مهمه ناخذ 2 زلافات ديال الفورص بشويه د المليحه كما كتشوفوا، وما نساوش الماء اللي غادي يكون دافي، غير الدقيق والملحه فقط، ما نديرو حتى حاجه، يعني لا خميره لا والو، الماء والملحه ودقيق الفورس. مهم كنديروا الدقيق والملحه في العجانه كيف كتشوفوا على هذه الطريقه، وكنبدا نعجن بمياه دافيه بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجين، ما يكونش جاري وما يكونش قاصح بزاف. يعني انا غادي نوريكم الشكل ديال العجين كيفاش غادي يكون، يعني ولا بدا ما نجريوش، يعني يكون شاد في راسو وما يكونش قاصح، عجينه ديال المسمن كيف العاده. اهم حاجه البنات ان العجينه تدلك مزيان، يعني ضروري نديروا العجانه، واللي ما عندوش العجانه خصو يدلكها واحد ربع ساعه ديال التدليك عاده باش يخليها ترخف. المهم هذا هو الشكل ديال العجين، كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العجين كيف خصو يكون، ما يكونش جاري وما يكونش قاصح بزاف، تكون عجينه لينه على هذا الشكل البنات. وبالنسبه للحشوه على هذا الشكل، الحشوه اللي هي في المتناول موجوده في كل بيت، كنحتاج واحد البصيله، واحد شويه ديال الخيزو، 3 خيزوات ولا 4 صغيورين رقاق، واحد القرعه كورجيت، وفلفله حمراء وفلفله خضراء. كنقشروهم على هذا الشكل بهذه الطريقه، وكنحكوهم كندوزوهم في الحكاكه. خليكم معايا في الطريقه ديال التحضير ديال الحشوه والعطريه اللي هي سهله متواجده. كنديروا معاها، المهم انا غادي نوريكم بشويه بشويه ان شاء الله. كنحكوا الخضره ديالنا كندوزوها في الحكاكه الرقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما شلطت الخضره ديالي على هذا الشكل كلشي قطعته، الفلفله والبصله وخيزو القرع حكيتهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. انا كنشعل على المقله، كندير البصله ديالي اللي قطعتها رقيقه، وندير شويه ديال الزيت كنخليها تشحر على هذا الشكل البنات. كتشحر ليا البصيله مزيان، تغير اللون ديالها. شوفوا معايا مرحله بمرحله بطريقه سهله، وصدقوني ان كتجي واحد الحشوه اللي هي بنينه بنينه ما تشبعوش منها البنات. كنضيف الملحه ديالي العطريه، شويه ديال السكينجبير، الملحه سكينجبير كيف كتشوفوا. ندير العطريه ديالي كامله، الابزار، الخرقوم معرق والتحميره، كلشي معلقه 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 من الحاجه البنات، يعني وكنحركو ميمطون باش العطريات تندمج ليا مع البصله على هذا الشكل. كنضيف الكفته ديالي من فوق هذيك البصيله باش تطلق فيها ليدام وتشحروا مع بعضياتهم. هادشي اللي كاين، غير شي شويه تقريبا ربع هاد الكفته، ملا على حسب الكميه، انا ما غاديش ندير بزاف، المهم غير اللي غادي يكفاني في المسمن ديالي. وهذه هي اللمسه، ضروري ضروري شويه ديال الشحمه، هذيك اللي كتكون ديال البقره اللي كتكون ميدمه وزوينه، شحمه ديال جهه الدروار كيقولوا ليها بحال هكا، كتكون عند الجزار قولوا ديال المسمن، صراحه كتجي زوينه، تحكيها وكتجي بنينه. كتضيفيها حتى هي فوق هذيك الكفته، كتعطي واحد المذاق اللي هو بنين بنين بزاف. شي شويه تنحكوه وتنديروه فوق من ديك الحشوه، كتطلق واحد المذاق، واحد الحاجه اللي غادي تعجبكم في هذا المسمن، ضروريه ضروري كتعطيها واحد اللمسه، هاد الشحيمه مع الكفته وهاد البصيله كتجي غزاله. المهم تنحكو كل الكميه اللي غادي نحتاج كنديرها
ياك البنات على هاد الطريقه. وكنخلي الكفته ديالي كتشحر مع البصله والشحيمه، كتقلى مزيان وكينسجموا مع بعضياتهم. كيف ما لاحظتوا ان الكفته راه كانت عندي في المجمد ودرتها تذوب مع العناصر، مع البصله، وهذه كيذوبوا دغيا راه في ساعه. حيت الكفته انا كنسرحها ملي كنبغي ندخلها للمجمد، كنسرحها واحد التسريحه اللي هي رقيقه باش ملي نبغي نستعملها دغيا تذوب ليا في البلاصه. المهم كنضيف الفلافل ديالي، فلفله حمراء، فلفله خضراء، على هذا الشكل، وكنخليهم حتى هما مع المقيله كيتشحروا. راه فيت في كتوجد هاد الحشوه دغيا صافي. وكندير الخضار ديالي، وما ننساش القزبر والمعدنوس البنات اللي كيعطي واحد ها هو كيف ما كتشوفوني جبدته. هاد القزبر والمعدنوس ديما تيكون عندي منشف مغسول ديما في الثلاجه، وكنديرو في البواطه. كنبغي نستعملو تلقاه موجود البنات، كيهنيك صراحه في طوال الاسبوع. تيهنيك ملي كتبغي تستعملي القزبر والمعدنوس كتلقاه موجود مغسول ومنشف ومحطوط في البواطه ديالو. كما قلت لكم البنات، كنقطعوا القزبر والمعدنوس على هذا الشكل، وكنديروه في المقله فوق هذيك الخضار ديالي والكفته. انتم كتشوفوا معايا الطريقه. حاولوا تقطعوه رقيق حتى هو صافي. كنضيفوه في المقيله كيف لاحظتوا. كنضيف الخضره ديالي اللي حكيتها، القرعه وخيزو، وواحد العنصر اللي هو اساسي في هذه الحشوه اللي هو الزعتر البنات. ما تنساوش ضروري كنشدوا واحد الحفينه ديال الزعتر وتنحكوها في ايدينا وتنضيفوها للحشوه صافي. وكنخليو الحشوه ديالنا كتشحر مزيان، يعني ترخفوا عليها ونخليوها حتى تعلك مع بعضياتها تولي منسجمه مزيان. المهم هذه هي الطريقه ديالي فاش كنصوب الحشوه ديال هذا المسمن. وصراحه البنات جربوها راه ما غاديش تندموا، كتجي رائعه، غزاله بزاف البنات. كيف ما كتشوفوا نخليوها كتنسجم مع بعضياتها. وضروري الكمون البنات، ما نساوش الكمون ضروري في هذه الوصفه. المهم خليكم مع الفيديو نكملوا. المهم انا وريتكم الطريقه كما يجب، كملوا معايا الفيديو باش ما نطولش عليكم الهضره. ما كنخلي نطفي على الحشوه نخليوها تبرد في واحد المكان. كندوز العجين ديالي بعد ما ارتاحت قليله، واحد ساعه ولا ساعتين على حسب. تعجنوها في الصباح وتصايبوا العجينه ديالكم هكا في الكوتي. هادشي اللي درت البنات، خليوها ترتاح مزيان. كيف ما كتشوفوا العجين راه الصباح يعني طاوع ومزيان هو هذاك. المهم كنديروا ليه قريصات وكنخليوه بحال هكا بشويه ديال الزيت على هذا الشكل. كنقرصوه على حسب المسمنه، الحجم ديال المسمنه اللي بغيتو على هذا الشكل البنات. كيف ما كتشوفوا كندهنوهم بالزيت كذلك وتنخليوهم نغطيوهم بالسلوفان واحد شويه صافي. وكنبدا على الخدمه اوتوماتيك. كنبدا الخدمه كنسرح في المسمنه وتنربعها. انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه. يعني كنبدا الخدمه نيشان، كنحطهم ما حدي انا حاطاهم نغطيهم ونبدا خدامه نيشان. يعني تنربعهم عادي كيف ما غادي نصاوب مسمن عادي البنات. كنربعهم نسرحوها مزيان باش هكا نحصلوا على هذيك التوريقه وهذيك القرمشه البنات كيف ما غادي تشوفوا معايا الطريقه.
وهنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما تربعت المسيمنات ديالي كاملين على هذا الشكل، كنبدا تنخدم البنات، كنسرح وحيده على هذا الشكل، نسرحوها مزيان وكنضيف كميه من الحشوه اللي طبيعه الحال خصها تكون بارده، تكون بردات. المهم كنحاول نسرحها مزيان ومقاده باش تجيني مقاده في الشكل على هذا الشكل البنات. التربيعه ديالها كتكون شي مقاده البنات ومورقه ما شاء الله. المهم صافي كنسرح المسمنه وكنبدا نضيف الحشوه يعني على هذا الشكل البنات. الطريقه هي سهله وكنحاول نبسطها شويه بيديا صافي وتنلوي هكا بطريقه سهله كيف ما كتشوفوا. هذيك الجهه الفوقانيه كنديرها والجهه كنديرها من التحت باش هكا ما تجيش رقيقه بزاف، باش تجي نيشان في الحجم بحال الفوق بحال التحت. المهم هذه هي الطريقه، نخليكم مع لا فيديو. شوفوا البنات من بعد ما خرجناهم من الفران كيجي الشكل ديالهم على هذا الشكل البنات، مقرمشين. سمعوا القرمشه، ما نقولش لكم البنات مرقين على هذا الشكل. تنقدموهم كيجيو انيقين راقين، كيتحمروا الوجه قدام عائلتك صراحه، تيجيو من داك الشرفيه والقرمشه يا سلام والله العظيم البنات راهم مقرمشين. سمعوا التقرمشه. كنقدموهم بطبيعه الحال مع براد ديالاتين المشحر على هذا الشكل. يلا غادي نراجعوا معكم البنات. هكا نراجعوا يجي على هذا الشكل. عرفتيو مع كتقدموا سخان بطبيعه الحال، تقدموا سخان بهذا الشكل. نراجعوا البريريد ديالنا ونديوه للطابله، وهكا نكون ساليت معكم ان شاء الله على فيديو. نتمنى المسيمنات ديالي ينالوا اعجابكم وتفرحوا بهم نتوما وليداتكم وعائلتكم. كنقدموا بالطريقه الانيقه. صحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.